صدق خطرين جدا. صانع اللعب كلاوديو مارادونا على جهه اليمين وينتقل للوسط، بالاضافه الى مروان الهداف وواسو رستم المشارك. وطريقه اللعب يلعبون 4-3-3، فريق يمين للعب اليوم راح يعني يكون يتروى بعمليه الصعود. ايه طبعا يدافعون والقحطان بالعكس يمكن راح يكون تناقض بين الفريقين. كابتن خلف الشوط الاول برايك يعني هل هناك سيطره تكون مطلقه لنوروز او يمكن فريق الكرخ يشكل انطلاقه جديده اليوم ويقدم؟ انا بتصوري الكرخ راح يظلون مثل ما تفضل كابتن حسن ويكونون متحفظين ويلعبون على الهجمات المرتده، على الفرص زاخو راح يندفع بقوه نحو تسجيل الاهداف من بدايه المباراه. طيب شكرا كابتن خلف وكابتن حسن. مشاهدينا الكرام ننتقل بكم الان ملحق تفادي الهبوط. زيد ثامر يقود هذا اللقاء الذي يطلق صافره حسين. تمريرات قصيره محمد دلاو والكره العاليه هنا راسيه دازو رستم على لعب الخطا. كلاوديو يلعب الكره العاليه داخل منطقه الجزاء. هنا المحاوله وما زال دانيال كومي والابعاد من كريس وما زالت الخطوره. مدرب هيثم شعبان مدرب المصراد الكرخ بادخال اللاعب يونس غني الذي يدخل الان في بدايه الكرخ الذي يعاني الان والضغط والمحاوله دانيال كومي. ركنيه الان تلعب من كلاوديو. هنا الراسيه يا الله جول. هدف اول لمصلحه نادي نوروز بعد ضغط البدايه. نوروز نجح من استثمار هذه الركنيه وتسجيل هدف عن طريق مروان حسين. رأسيه صعبه جدا على حسين حسن وجماهير نوروز. شاهد رأسية مروان حسين وتفاعل كبير لجماهير نوروز مع هذا الهدف. هدف جميل لمصلحة نادي نوروز. شاهد ركنية متقنة من أوليفيرا بالمقاس على مروان حسين ومروان حسين يسجل خامس أهدافه. الهدف الخامس لمروان حسين في هذا الموسم الذي صنع الهدف الاول. هنا أوليفيرا يلعب الكره العاليه باتجاه آسو. محمد دلاو على لعب الرميه الجانبيه وبطاقه صفراء على محمد دلاو. بطاقه صفراء على محمد دلاو بسبب التاخير. نعم اسكو ايضا. نعم هذه اللقطة والهدف الثاني. 60 دقيقة وهنا أيضا بطاقة صفراء وطرد على محمد دلاور. طرد بطاقة حمراء على محمد دلاور. اصفرت للمرة الثانية على هذا الكاس. محمد دلاور يخرج بالبطاقة الحمراء. خلاص لا تخسر كل شيء محمد دلاور. خلاص البطاقة الحمراء ظهرت. لا داعي لهكذا لقطات محمد دلاور. كابتن الفريق يا دلاور وهكذا لقطات يعني حتى تؤثر على المدرجات. يعني شاهد يعني شاهد الآن بعض الجماهير بدأت تخرج عن الروح الرياضية. نتمنى الكرة على مروان حسين تمريرة هناك باتجاه أوليفيرا. صهيب يحاول المرور. صهيب تمريره جميله لمهند ابو طه داخل منطقه يلعب الكره لكريستو. تمريره هناك لراسكو يحاول المرور. راسكو انطلق راسكو قريب عليه آسو. بصوره جميله ومرر باتجاه آسو عمر نوري. آسو انطلق. آسو صوب. الكره لم تخرج. بانام لآسو كارلوس كايو. لكن صراع بدني عالي ما بين اللاعبين وهناك خطأ لمصلحة نادي الكرخ. ومع هذا الخطأ زيد ثامر ينهي أحداث هذا اللقاء بفوز فريق نوروز وفرحة عارمة وكبيرة لجماهير نادي نوروز بهذا الانتصار الثمين جدا. 3 نقاط حسنت الواقع حسنت المركز ومبارك لنوروز وجماهير نوروز. نعم جماهير نوروز علامة فارقة في لقاء هذا اليوم. تشجيع ومؤازرة صعب جدا أن تجاهدها في ملاعب أخرى. وهارد لك لنادي الكرخ وجماهير نادي الكرخ. وفي الختام
تقبلوا تحيات معلق اللقاء علي عنب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جميل محمد، أعود إليك بالصوت والصورة، الكلام الفني عن الشوط الثاني الذي كان أفضل من الشوط الأول بكثير. شاهدنا فرص، شاهدنا هدف، أيضا شاهدنا يعني جهد بدني عالي من قبل الفريقين. لك الكلمة عزيز محمد.